911 with the address. Yeah. Hi. Listen. What's going on? My girlfriend's daughter is killed. Yeah. What's going on there? My girlfriend, I'm sorry, my daughter's, he chopped her head off. ألتون إلينوي. بعد نص الليل واحد طلع من البيت على كاميرات المراقبة شايل سلة غسيل بيضة، يمشي في الشارع الهادي، خطواته سريعة وكأنه يهرب من شيء. دخل ورا محل دخان واختفى عن الأنظار. في هالوقت ما حد كان يعرف شنو داخل السلة، بس الصدمة كانت جاية من اليوم اللي بعده لما عامل بناء لقى شيء مرعب ما ينوصف. There's a lot of clothes and shit in there, all stowed all over, laundry basket, and there was a couple pair of shoes. There was shoes with some slipper shoes too. Slipper shoes. Okay. They was red. They had blood on them. They all look like female shit. For real though. Male shit too. Female and male clothes? Yeah. في اليوم اللي بعده حوالي الساعة 1 بعد الظهر وصلت الأم هايدي نويل لشقة بنتها ليزا دود. ليزا كان عمرها 22 سنة وحامل بالشهر الثامن. ما سمعت منها أي خبر من 15 ساعة، وكان شعور غريب يراودها. هذا بحد ذاته كان جرس إنذار كبير. دخلت هايدي الشقة بنفسها، وبعد دقيقتين شافت السكان يفتحون الباب. طلعت هايدي برا وهي ترتجف، تعابير وجيه الناس حولها تقول كل شيء بدون ما حد يتكلم. وبعدها هايدي تسحب تليفونها وتتصل على الشرطة 911. المكالمة كانت مرعبة. 911 with the address. Yeah. Hi. Listen. What's going on? My girlfriend's daughter is killed. Yeah. What's going on there? My girlfriend, I'm sorry, my daughter's, he chopped her head off. وصلت الشرطة بعد شوي، ما طولت، كانت مجرد دقايق بعد تلقيهم والبلاغ. وللأسف اكتشفوا جسم ليزا ميت. الفيديو اللي راح تشوفونه راح يمشيكم خطوة بخطوة على اللي صار مع ليزا دود بليلة القتل، مع لقطات أول مرة تنعرض على قناتي. خليك حذر لأن في مشاهد تقطع القلب، وإذا كنت أقل من 18 سنة اطلع من الفيديو ولا تكمل. ويلا خلونا ندخل في الحكاية الباردة لمقتل ليزا دود. بقول لك القصة وبختصرها لك. ليزا كانت عايشة في ألتون، مقاطعة ماديسون إلينوي، ضاحية هادية كأنها بعيدة عن كل شيء شرير. الناس هناك يطلعون القمامة عزكم الله ويروحون لشغلهم، حياتهم ماشية عادية، كله هدوء كله أمان. لكن الهدوء هذا كان خداع، وكان على وشك ينكسر بشكل ما حد يتوقعه. شوية خلونا نبعد في الشارع. موقع بناء حاوية حمراء كبيرة حاطينها على الرصيف، مليانة نفايات، قطع لوح جبس بورد مكسرة. هالقمامة هذه المفروض ينقض فيها أعمال بناء فقط. بس في صباح يوم 9 من يونيو رجل يشيل ألواح قديمة يقرب من الحاوية ويكتشف شيء المفروض ما يكون هناك، شيء يقشعر البدن. I had a message from her last night. What time did you last hear from her? It was like 9:05 or so. I had sent her a text and she said they were talking. And then I tried again at 10 and she didn't answer. And then I tried this morning 2 times and she didn't answer. And so then I came over here because she usually answers. Okay. So last time you talked to her was last night when she sent your text message, right? Yeah. Okay. The officers are coming. They'll be there shortly, okay? Okay. Okay. وصلوا الشرطة الساعة 12:59 الظهر. لقوا هايدي قاعدة على الدرج، جسمها يرجف، عيونها مليانة دموع. صمت الشارع كان يصرخ بالحزن. What we going on? Apartment 4. Is anybody else here? No, I didn't see her. You have a key to get in? I left it for her. Right here. This one. Do you have the key? Oh, I'm sorry. أعطتهم هايدي الرمز عشان يدخلون مبنى الشقة، مع أنهم
كانوا يعرفون شنو كان ينتظرهم، إلى أن الواقع أصعب مما تخيلوا أبدا. شقتها بالدور الثاني والباب مو مقفول. اكتشفوا جثتها في غرفة نومها. على الأقل هم يعتقدون أنها جثتها راسها ملفوف مثل العمامة، بس تحت العمامة راسها مو موجود، مقطوع بالكامل. God, Lisa, why didn't you listen? Take some big deep breaths for me, okay? And then I touched her, and she was cold, and so then I wanted to make sure that you just stay with her. And then there wasn't a head. Please find her head. ما في أحد بالشقة، ما في حتى أي أثر لسلاح، وما في حتى أثر لراس ليزا بعد. اللي قتلها أكيد قطعه ووداه مكان ثاني. ليزا مو بس انقتلت، القاتل تعمد انه يشوه جثتها بعد القتل، وهالحي الهادي انهار بالكامل. شلون وصلنا لهاللحظة؟ وشنو صار لهالبنت الشابة اللي كانت حياتها قدامها وحلم الأمومة قريب منها؟ شنو اللي قلب مستقبلها للنهاية بهالوحشية؟ عشان نفهم الجريمة لازم نرجع خطوة، أو بالأصح 24 ساعة ورا. نرجع ليزا مثل ما كانت، حية تضحك وتخطط الباكر. هذه ليزا على شرفة بيتها قبل الساعة 2 الظهر بيوم 8 يونيو، قاعدة تتصفح تليفونها، تطالع الحديقة، وما تدري إن الزمن قاعد يعدي عليها. بعد 10 ساعات بالضبط ليزا ما راح تكون موجودة، راح تكون جثة. ليزا دود بنت انولدت في ألتون مقاطعة ماديسون بتاريخ 14 أغسطس 1999. من صغرها كانت روحها حلوة وعيونها مليانة شغف وحب للحيوانات. في عيد ميلادها العاشر كل الأطفال كانوا يطلبون ألعاب، لكن ليزا قررت تسوي حملة تبرعات لملجأ ريفر بين للحيوانات، مكان ما يقتل فيه الحيوانات أبدا. من هالعمر كان قلبها أكبر منها. كبرت ليزا وكبر معاها لطفها وتعاطفها، وتخرجت من ثانوية جيرسي سنة 2017 واشتغلت في ديري كوين. الزباين ما ينسونها، بنت تبتسم من قلب، تسولف، تضحك، وتغير مود أي شخص وقف عند الكاونتر. بس شغلها ما كان متعة بس، كانت تجمع فلوس. حلمها كان تدخل مجال الطب نفس أمها. كانت شايفة المستقبل قدامها واضح وطويل ومليان فرص. وفي يونيو 2022 كانت ليزا في شهرها الثامن، حامل ببنت، طفلة كانت تتمنى تشوفها وتشيلها وتعيشها الدنيا اللي كانت هي نفسها تحلم فيها. ليزا كانت تحاول تختار اسم، بس كل مرة تفتح لستها الصغيرة على التليفون تتردد. كانت تبي اسم يعني يحسونه أول ما يشوفون بنتهم، بس كان عائلتها مو مستعجلين. كانوا يستمتعون بفكرة ان البيبي لها لقبها الخاص قبل ما حتى تنولد. بيبي بين صار الاسم اللي يمشي دايما في البيت. وفي كل مرة ليزا تحط ايدها على بطن بنتها وتضحك لما تحس الركلات الصغيرة. الكل كان ينتظر يوم الولادة. البيت كان مجهز الغرفة. الشيء الوحيد اللي ما كان احد يتخيله ان الغرفة هذيك ما راح تستعمل ابدا بالطريقة اللي خططوا لها، لأن بعد أيام قليلة فقط بدأت القصة من انتظار ولادة إلى فتح باب قضية قتل. كانت علاقة ليزا مع دياندري علاقة تروح وترد، يوم هدوء ويوم فوضى. مو مفهوم شنو يجمعهم غير إن بينهم بنت جاية في الطريق. دياندري كان بنفس عمرها، لكن حياته مختلفة تماما. مشاكل عائلية، إدمان، وغضب يفور بدون سبب. حتى اخته الغير شقيقة بي جي قالت انه ما يعرف يتحمل نفسه، شلون بيتحمل علاقة؟ مع نهاية حمل ليزا كان واضح ان العلاقة بينهم صايرة عبء ثقيل. هو يظهر فجأة ويختفي فجأة، مرة حنون ومرة شخص ثاني تماما. وبرغم هذا كانوا يحاولون انهم يكملون، أو بالأصح يتظاهرون أن كل شيء تحت السيطرة. لكن ما حد كان يعرف أن آخر لقاء لهم ما كانت مجرد زيارة، كانت اللحظة اللي بدأت منها كل الكارثة. وكان دياندري من زمان ساحب ليزا معاه الحياة فوضوية ما تشبهها أبدا. مديرها السابق في دايري كوين يقول إنهم مروا بمرحلة كانوا فيها بلا مأوى، عايشين بخيمة عند بحيرة ليتشفيلد. تخيل بنت تحمل أحلام
وتنتظر طفلة وتنام تحت خيمة مع رجل يعيش على حافة الانفجار. وفي بداية 2022 حاولوا يبدون من جديد وانتقلوا لشقق ألتون، لكن الحقيقة ما كان في شيء جديد ولا بداية جديدة. المشاكل بينهم قامت تكبر والشرارة اللي بينهم صارت ما تنطفي، وكان واضح ان النهاية جاية، بس ما حد كان يدري شلون بتكون. في يوم من ايام يوليو 2021 وصلت ليزا للمستشفى. أنفها كان مكسور وعيونها مزرقة وسودة من الضرب، واللي سمعتها الممرضة إن دياندري هو اللي سوى فيها كذي. مو أول مرة يسمعون صوتهم يطلع برا الشقة، في ناس شافوهم حتى يتهاوشون برا الشارع. ومرة واحد من الجيران شاف دياندري يطق نفسه بوجهه كأنه يعاقب نفسه أو يحاول يبرر شيء ما يقدر يبرره. الوضع صار يطيح من هاوية إلى هاوية إلين ليزا وصلت مرحلة ما تقدر تتحمل. وفي سبتمبر 2021 أرسلت رسالة نصية لمديرتها، رسالة تصرخ بدون صوت، رسالة تبين أن هالبنت هذه قاعد تعيش بجحيم وتحاول بأي طريقة تطلع منه. لكن هذا كله ما دام، ما مر وقت طويل ورجعوا لبعض. ليزا ودياندري علاقة تاخذك وترجعك وترجع تكسرك وتراضيك وترجع تكسرك من جديد. وفي شهر مايو عرف دياندري ليزا على أخته الغير شقيقة بي جي، وحسب كلام بي جي دياندري هو والد طفل ليزا، لأن في مصادر ثانية تقول أن هذا الولد مو ابنه، لأن بعد انفصالهم الفترة هذه هي تعرفت على شخص ثاني، فيعتقد دياندري أن الولد هذا مو ولده، بس قاعد يحاول يقنع نفسه أن هذا فعلا ولده. كل شيء كان يوحي أنهم كانوا يحاولون أنهم يبدون من جديد، بس تحت السطح كانت النار ما زالت تشتعل. كان دياندري يرسل رسائل لصديقه يشكي له حالته، رسائل كلها سودة وقابلة للانفجار. وفي 5 يونيو بعد نص الليل كتب له: أنا حاس أن كل المشاعر اللي كنت أكتمها في صدري طول حياتي رجعت فوق بعضها الحين، الكاس امتلأ والحين لازم ينكب. ما أعرف شلون أطلع اللي بقلبي بطريقة صحية بدون ما أنهار أو أبكي، لأني معصب لدرجة ما أقدر حتى أتكلم. وكتب بعد: دايما كانوا يجبروني أكون الرجل حتى وأنا طفل، يحطوني بمواقف أكبر من عمري وضغط فوق ضغط، ولليوم نفس الشيء. كان واضح أن هذه رسالة واحد واقف على حافة الانهيار. وفي يوم الثلاثاء 7 يونيو اختفى دياندري، لا اتصال لا رسالة ولا أثر. أخته الغير شقيقة بي جي هي وليزا في السوشيال ميديا والعائلة كلها قاموا يدورون عليه وينشرون صوره. ما حد كان يعرف إن اللي جاي أسوأ بكثير مما يتوقعون. رجعت ليزا البيت من شغلها يوم الثلاثاء وما لقت دياندري، لا رسالة لا ورقة ولا حتى كلمة إنه راح يرجع. اختفى وكأنه تبخر. ولأن ليزا حامل وفي آخر شهر تقريبا ومع كل الضغط اللي عايشته، طبيعي جدا تكون خايفة ومتوترة. حوالي الساعة 9 بالليل 7 يونيو رسلت لأمها وقالت: تتوقعين إنه ممكن يتركني كذي؟ كانت ملاحظة إنه أخذ معاه شوية ملابس، وهذا عطاها إحساس إنه طالع متعمد. وقالت بعد: أعتقد إنه تركني. حاولت أمها هايدي تهديها وتخفف عنها، هي أصلا كانت خايفة من علاقتهم من فترة، وكان إحساسها يقول إنه يمكن اللي صار مو شر، يمكن راحة جاية. قالت ليزا: لأني ما أعرف أضبط أموري وما أعرف أسوي شيء صح. واضح أن دياندري كان يطيح نفسيا، فليزا كانت بعد تنهار. علاقتهم كانت قنبلة بس تنتظر منه يولع الفتيل. هايدي حاولت تسحب بنتها من هالدوامة وقالت لها تهدي وتنام عشان صحتها وصحة بنتها، لكن ليزا قبل النوم نزلت خذت سيارتها وقادت سيارتها نص ساعة تقريبا بنص الليل. الساعة كانت 1:39 الفجر. التوتر كان ماكل قلبها، ما قدرت تنام. الصبح الساعة 7:06 رسلت لأمها: ما رجع دياندري للحين مفقود، ولا حس ولا خبر. حاولت ليزا تكمل صباحها بشكل طبيعي، غسلت ملابسها، استعدت للدوام، بس قلبها كان يقول إن في شيء غلط كبير.
كتبت لأمها للحين أحس إنه راح يرجع بس مو متأكدة. وهني بدأت تتواصل مع أهل دياندري ومن ضمنهم أخته الغير شقيقة بي جي. أمها اقترحت عليها كلمي شرطة ألتون، شوفي إذا قبضوا عليه، أو اسألي جو صاحب الشقة يمكن شاف شيء بالكاميرات. وفعلا ارسلت الجو وقالت له صديقي ما رجع البيت أمس وترك تليفونه، كنت أبي أعرف إذا تقدر تشوف الكاميرات وتقول لي إذا شفته طالع وشلون كان لابس. احنا عائلته وأنا قلقين عليه. وكشفت الكاميرات ان دياندري طلع مع عمه مارتي اخو ابوه مساء الثلاثاء، لكن ليزا وصلتها رسالة غريبة حوالي الساعة 8 بالليل، كانت من عم دياندري يقول فيها انه راح يرجعه للبيت وان كل شيء تمام. سألتها امها وين يسكن عمه؟ قالت ليزا جنب الجسر. هايدي ما كانت مرتاحة أبدا، كانت كارهة طريقة تعامل دياندري مع بنتها الحامل، خصوصا وهي على وشك الولادة وما تثق فيه نهائيا. قالت لها أكيد بيصير كل شيء بغلطتك، ديري بالك لا ينقل لك شيء يأثر على الجنين. لكن ليزا ما سمعت الكلام وراحت علشان تجيب دياندري. وفي الكاميرات نشوفهم يدخلون المبنى الساعة 9 و11 دقيقة بالليل. وهم بالسيارة أرسلت ليزا لأمها قاعدة أحاول أفهم شو السالفة. هذه كانت آخر رسالة راح تكتبها ليزا. وهذه اللقطة في كاميرات المراقبة كانت آخر مرة تنشاف فيها وهي حية. الساعة 10:49 بالليل الأم هايدي ترسل رسالة لبنتها أنت بخير؟ بس ما وصلها رد لأن ليزا كانت فعلا ميتة. بعدها على تسجيلات الكاميرات الجيران يدخلون ويطلعون عادي، لكن لا ليزا ولا دياندري يرجعون يدخلون إطار الكاميرا، إلى أن يظهر دياندري الساعة 11:57 بالليل، يطلع من المبنى شايل سلة غسيل بيضة، يوقف يم سيارتها لكن ما يدخلها. واضح انه نسى المفاتيح. ملابسه تغيرت، لابس حذاء لونه داكن ومغطي وجهه. يرجع داخل الشقة وبعد دقايق يطلع مرة ثانية وما زال شايل نفس السلة، يمشي بخط مستقيم ويختفي باتجاه محل دخان قريب، وخلف المحل في حاوية نفايات كبيرة. كاميرات محل ثاني قريب تكمل المشهد. عند الساعة 12 ودقيقة منتصف الليل نقدر نشوف سلة الغسيل البيضة تنرمي داخل الحاوية ومعاها شوية ملابس. هذه السلة مثل ما عرفت الشرطة بعدين كانت تحتوي على رأس ليزا. بعد تقريبا ساعتين سيارة ليزا تختفي من الموقف. دياندري كان رايح بيت أمه. بي جي شافت دياندري بالحمام حوالي الساعة 10 الصبح تاريخ 9 يونيو، يعني 3 ساعات قبل ما تعرف والدة ليزا على جثة بنتها. اللحظة هذه كانت صادمة بصمتها. كل شيء صار واضح بس للحين ما حد قدر يتخيل الرعب اللي كان ينتظر ليزا. دياندري صار له 2 ما قص شعره وكان مستانس على جدائله الطويلة يعني عشايفه، بس اليوم بالذات قرر يقصه. ليش؟ ما حد يعرف. راح يسأل أمه إذا يقدر ياخذ دش ويبي له ملابس جديدة. أمه عطته طقم عشان يبدل ملابسه، من ضمنه بنطلون سويت بانس رمادي كأنه يحاول يغير كل شيء حتى تفاصيله الصغيرة. كانت بي جي نايمة لما رجع دياندري للبيت في هذيك الليلة حوالي الساعة 2:30 الفجر، لكن أختها كانت قاعدة وشايفة كل شيء. الغريب بالنسبة لعائلة دياندري أنه رجع وهو يسوق سيارة صديقته بدونها، والعلامات المشبوهة ما وقفت هني. جدته لاحظت أنه صار عنده أشياء ثانية من ممتلكات ليزا. أندري ما عنده إجابة، وحوالي نص النهار يترك البيت بدون ما يقول وين رايح بالضبط. واضح ان دياندري كان يحاول يختفي، يحاول يمسح اثره، يغير ملابسه ويرميها في القمامة مع اغراض ليزا الشخصية. سلمها لجدته علشان تتخلص منها. سيارة ليزا تركها واقفة في الشارع وعلى الزجاج لافتة مكتوبة بخط اليد للبيع، وبعدها انطلق يمشي على رجوله. سلوكه هذا يوضح حقيقة اللي صار في هذيك الليلة المشؤومة أكثر وأكثر. الغريب ان ليزا كانت تعرف وقالت هالشيء بصوت مكسور خلال مكالمتها مع خدمة الطوارئ 911. يعني شنو صار بالضبط داخل الشقة في هذيك الليلة؟ من ساعة ما وصلوا لحظة الساعة 9:11 دقيقة مساء إلى لحظة خروج دياندري قبل منتصف الليل. جيرانهم في الطابق السفلي كانوا يسمعون كل شيء، كل صرخة، كل صدام، كل خبط يوجع القلب. وفي ليلة 8 يونيو سمعوا شيء ما قدروا يصدقونه ولا حتى يتخيلونه. صوت متقطع رهيب صادم، صوت قطع رأس ليزا، الصوت اللي قلب كل
كل هالحي الهادي رأسا على عقب. أرسلت الجارة رسالة للمالك وقالت ما أعرف شنو أسوي. لما دخلنا البيت أول ما دخلنا سمعنا خبط شيء يصدم بالأرض، وبعده بدأ أحد يصرخ 5 دقايق متواصلة تقريبا، وبعدها وقف الصوت لدقيقة وبعدين رجع الخبط مرة ثانية. باب الجار العلوي كان مفتوح شوي. حاول المالك يتواصل مع ليزا بس ما في أي رد. الجارة قالت إذا سمعناه مرة ثانية بنتصل بالشرطة، لكن ما عاد سمعوا أي صوت لأنه كان فات الأوان بالفعل. مع تراكم الأدلة وفي حوالي الساعة 9:30 مساء في 9 يونيو الشرطة نفذت مذكرة تفتيش في بيت والدة دياندري في سلة القمامة خارج المنزل، ووفقا لتصريح بي جي لقوا الملابس اللي كان لابسها دياندري على كاميرات المراقبة ومعاها جداله المقطوعة بورق الحمام. دياندري نفسه ما حد شافه، لكن عند الساعة 1:45 صباحا في 10 يونيو جاهم اتصال المحققين، وكانت مكالمة من قسم شرطة جيليسبي إلينوي. تم القبض على رجل مجهول تبين لاحقا أن دياندري هولواي. إدارة شرطة ألتون كانت مستعدة للمطاردة، لكن ما صار لها لازمة. دياندري تم اعتقاله وكان معاه مادة مخدرة، والحين على الأقل صار بأمان لأنه صار بيد القانون. كان دياندري متوتر بشكل واضح أمام الضباط. قلقه هذا كان يطفح من عيونه، يمشي رايح جاي داخل الغرفة بدون ما يوقف، يسألهم نفس الأسئلة مرة بعد مرة كأنه يحاول يفهم شيء أو يمكن يحاول يهرب من الحقيقة اللي تحاصره. وفجأة يتحول كل شيء. بدأ يضحك ضحكة غريبة قصيرة ما فيها أي فرح، وبعدها مباشرة يضرب رأسه في الجدار بقوة كأن داخله انفجر وما عاد قادر يتحمل. الضباط اضطروا يدخلون بسرعة، اطرحوه على الأرض وثبتوه حتى يمنعونه من إيذاء نفسه. لكن رغم وضعه ورغم كل الفوضى اللي كان يعيشها كان يكرر لهم ببرود وثقة غامضة أنا بطلع، بتشوفون أنا بطلع من هني. دياندري للحين رافض يقول لهم من هو، وكأنه حاب يخلي الغموض يلفه. بس المحققين من ألتون ما كانوا ينتظرون يكتشفون كل شيء بروحهم، هم جو يمسكون على خلفية مقتل ليزا. أخذوا أصلا عينات من الحمض النووي وبصماته وكل أثر ممكن يساعد في القضية. وبعد حوالي 24 ساعة من اكتشاف جثة ليزا قعدوا معاه يحاولون يفهمون منه شيء، بس دياندري ما نطق بكلمة، حتى اسمه ما قاله، رغم أنهم يعرفون عدل. بس كرر لهم بشكل غريب أبي أروح الدوام، وكأنه منفصل عن الواقع وكأنه عايش عالم ثاني. بعدها طلب محامي والمحققين التزموا بالقانون وأنهوا المقابلة. وبعد 3 أيام 13 يونيو وجهت له تهمتين قتل من الدرجة الأولى، تهمتين قتل عمد لطفل غير مولود، وجرائم تتعلق في جسم الإنسان، جرائم مركبات وإخفاء جريمة قتل. تم تحديد كفالة بمبلغ 2 مليون دولار، والقضية فجرت غضب المجتمع كله. حتى قائد الشرطة ما قدر يتحمل صمت الناس وغضبهم. عائلة دياندري مع ذلك طلعت تناشد الناس ياخذون في بالهم ظروفه وحالته النفسية. مهما كان اللي سواه هذا فعل ما يغفر له، ولو انه كان بحالة نفسية ما كان راح وهرب وحاول انه يخفي الجريمة. هذا يدل على انه هو عارف عواقب اللي سواه ويدري انه راح ينهي حياته بالسجن. هذه كانت الايام الاولى للقضية. بعد ما وجهت التهم لدياندري وضعه في السجن كان كارثي، كان يرفض يطلع من زنزانته ويهدد الضباط بعبارة مرعبة مثل سأقطع رأسك. وفي جلسة المحكمة الافتراضية يوم 14 يونيو اضطروا يربطونه وياخذونه بالقوة لأنه رفض الحضور. المشاكل استمرت والقضاء احكموا انه غير مؤهل عقليا للمثول امام المحكمة، فخضع للعلاج في مؤسسة حكومية حتى استعاد كفاءته، يعني رجع لعقله. وفي الوقت نفسه المحكمة العليا في إلينوي احكمت ان الجنين ما يعتبر ضحية ثانية للقتل عند السعي لحكم بالسجن مدى الحياة، وهذا قلل من العقوبة الممكن طلبها في قضيته. في يناير 2024 أقر بالذنب، وبعد سنة تقريبا في 17 يناير 2025 انحكم عليه بالسجن 60 سنة. 30 سنة للقتل، 20 سنة للقتل العمد، 10 سنوات لإخفاء الجريمة. العقوبات راح تتنفذ بالتتابع وراح يقضي 52 سنة على الأقل قبل ما يكون مؤهل للإفراج عنه. وبالنسبة للسبب
ما حد يعرف ليش قتل ليزا. توقعات كثيرة، منها كانت الغيرة لأنها كانت على وشك إنجاب طفل وما يدري إذا كان من رجل آخر، أو الانفجار تحت ضغط علاقة فاشلة، أو مجرد تصعيد مستمر في نمط العنف. الحقيقة يمكن ما تنكشف أبدا. كتبت أمها على صفحة من صفحات النت الخاصة فيهم، تقول فيها: هذه العقوبة تجيب شوية عدالة لجريمة شنيعة، ما في حكم أو مدة زمنية راح يرجع لي بنتي أو حفيدتي، لكن على الأقل هالجزاء يضمن لي أنه ما يقدر يأذي أحد ثاني. ومثل ما ذكرت قبل، أي تبرعات توصل راح تقدم لموردنا المحلي لمكافحة العنف المنزلي. وللحين الحملة اللي سووها جمعت حوالي 16,000 دولار. والحين راح ننهي هالقصة، بس راح أترككم مع قصيدة هالبنت هذه ليزا شاركتها بحسابها بالتواصل الاجتماعي. أشوفكم على خير. After a while, you learn the subtle difference between holding a hand and chaining a soul. And you learn that love doesn't mean leaning, and company doesn't mean security. And you begin to learn that kisses aren't contracts, and presents aren't promises. And you begin to accept your defeats with your head up and your eyes open, with the grace of a woman, not the grief of a child. And you learn to build all your roads on today, because tomorrow's ground is too uncertain for plans, and futures have a way of falling down in mid-flight. After a while, you learn that even sunshine burns if you get too much, so you plant your own garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. And you learn that you really can endure, that you really are strong, and you really do have worth. And you learn and learn. With every goodbye, you learn.